مرحبا عليكم جميعا. تعالوا ويانا اليوم نسوي لكم هاي الفطائر بالتمر، كلش سهلة وكلش بسيطة. تابعوا الفيديو للنهاية عم تشوفون طريقتها، ولا تنسونا من تعليقاتكم الحلوة. وهنا نبلش بالمقادير. اول شي ببلش بالطحين. الطحين عندنا 5 قلاصات، بس انا حاليا خلي هنا 4 قلاصات، وهذا القلاص الخامس. خاشوقة اكل خمرة، عندنا طرف خاشوقة الاستكان ملح، عندنا هنا فانيلا باودر، وعندنا هنا ظرف واحد بيكنج باودر، وهنا عندنا نص قلاص شكر، وعندنا قلاص ونص حليب. انا حليب ما عندي سائل، خليت حليب باودر عندي، خليت 3 خواشيق. هنا خاشوقتين على قلاص الكامل، ونص قلاص خليت له خاشوقة واحدة حليب باودر، وخليت مي فوقاهم. وعندي هنا نص القلاص او اقل من نص القلاص زيت، وعندي هنا بيضة. هنا تريدون زيت، تريدون دهن نبات، تريدون زبدة، الاختيار لكم. هسه نبلش بعجنها. هنا المواد نضيف السائلة. اول شي عندنا هذا الحليب، خلنا نخلطه، خاف ما مخلوط زين. مثل ما قلت لكم قلاص ونص، خليت عليهم 3 خواشيق حليب باودر. وعندنا هنا زيت ما نضيفه كله، نعيف تقريبا مقدار خاشوقة، يعني اخير شي نمسح به العجينة من نكمل العجن. وهنا نضيف البيضة، ونضيف الخمرة. هنا الحليب دافي، خليت انا مي دافي خبطت ويا الحليب الباودر. وهنا نضيف الملح، ونضيف الفانيلا. وهنا نخلط كلهن سوا، نخلطها الخمرة والدهن والبيضة والحليب كله سوا. بقى عندنا بس الطحين والبيكنج باودر. البيكنج باودر نضيفه ويا الطحين نخلطه. هنا اظل اخلط شوية قد ثواني على مود البيضة عندي تنخلط زين. وهنا أنا عندي هذا البيكنج باودر ضفته على ال4 قلاصات. أنا ليش ما ضفت 5 قلاصات؟ على مود خاف تطلع عندي العجينة قوية، ليش أضيف لها مواد سائلة؟ من طحين عن طحين يختلف، فأنا خليت بس 4. وذني ال4 قلاصات راح أخليهن كليتهن، أخليهن. عندك عجانة راح تسهل عندك الأمور كلها. ما عندك عجانة، خلي الطحين فوق المواد السائلة، وخاشوقة تفجير تفجير خشبي، ظلي سوي هيك لا قبل تعجنين بيها وايديك كلهن راح يتلوصن. بس خلي السائل يختفي، ذيك الساعة عجني بيها، ما راح تتملغط عندك او راح تصقلك وتفصيص مثل ما يقولون. شوفوا شوية شوية السائل قاعد يختفي عندي. مثل ما قلنا القلاص الخامس احنا خليه احتياط. نريدها عجينة تكون طرية، مو كلش قوية ولا كلش يعني طرية، وسط. هسه راح اوخر عندي هاي البلاستيك الخشب، عفوا الخاشوقة البلاستيك، واضيف ضفت 3/4 القلاص، واظل اعجن به. راح اظل اعجن بيها. واذا احتاجيت طحين راح اقول لكم انا ضفت الطحين، واذا ما احتاجيته ما راح اخليه. هسه اني ما احتاجيت هذا الربع كوب. لازم نعجنها عجن كلش زين. مثل ما قلت لك، اذا انت عندك عجانه
مدة 4 دقائق 5 دقائق بالعجانة وتخلص عندك. على الكاونتر صينية تخليها وتظلين هيك تسوي. هسه انا على لابسه شوف يضوج العجن ليها يلزق، مجرد بس اكمش العجين اخلي ايدي هنا واجر العجين لهنا وارده، هيك نسوي بيها تقريبا دقيقتين الى 3 دقائق. انا راح اظل اسوي هيك، وهسه تقريبا 3 دقائق ظليت اعجنها. شوفوا شلون تلزق عندي العجينه هاي، يعني العجينه مضبوطه وطريه. اذا العجينه ما تلزق عندك يعني هاي قويه، لازم نخلي لها خاشوقه حليب. اذا هيك تلزق عندك فهذا الشيء المطلوب والنريده. هسه شو نسوي؟ نجيب الطاسه اللي راح تخمروها بيها، وهذا الخاشوقة اللي قلت لكم بقيناها نضيفها هنا. شوفوا عندنا اول شيء خلنا خاف انسى هذا الطحين، بقى تقريبا ربع القلاص، يعني اخذنا 5 قلاصات الا، وجائز تاخذون 5 وجائز تاخذون 4.5 حسب الطحين المتوفر عندكم. شوفوا بالدهن هيجي اسوي لها واخليها واغطيها ومكان دافي مدة نص ساعة الى 40 دقيقة، او اذا ما عندكم ما مستعجلين يعني عليها تخلوها ساعة. كل ما تختمر كل ما تعطيكم نتيجة كلش حلوة. انا راح اخليها تختمر، ومن تختمر نرجع لكم. وهنا العجينة من بعد ساعة اختمرت عندنا، شوفوها شلون مختمرة. هنا انا ايش حضرت هنا للحشوة، عندي تمر، شوفوا الحجم على قد ال4 أصابع هذا، وشوفوا شلون هنا الثخن مالته هيك يصير. هنا حضرنا كم وحده. هنا حضرنا الصينيه اللي راح نخلي بيها الفطائر. وهنا ايش عندي بيضه، وراح اخلي لها تقريبا خاشوقه اكل حليب، اخففها على مود الحليب، نص يعني شلون نقول اللزوجه شويه نخففها. هنا راح نخليها على صفحه ونقول بسم الله، ونجيب العجينه عندنا هنا بسكينه قطعه بيتزا عندكم. هنا نقسمها على 4. انتوا اذا عندكم ماسه كبيره او الكاونتر يعني عريض تقدرون تفتحوها كليتها. بس انا هنا راح نجيب الشبل ونفتحها قدامكم. انا هنا عندي هذا الكاونتر نظيف وافتحها. ما محتاجين لا دهن لا طحين على مود تفتحوها، هي عجينة كلش هشة وكلش حلوة. نفتحها مستطيل على قد ما نقدر نفتحها، والسمك مالتها يعني مو كلش ثخينة. هذا اللي مطلعه هذا كله راح نرده على هذا العجين اللي عندنا. انا راح اسوي لكم هنا 2 مثل ما قلت لكم. تقدرون بسكينه اذا عندكم قطعه بيتزا تقدرون تشتغلون بيها. هنا هسه نجيب هذا الحشو مال التمر واللهفة. هنا نجيب هاي اللي قصيناها على مود نسوي شكل الفيونكة، ونجرها شوية هيك نعدلها، ما اعرف
واضح عندكم بالفيديو. هيك شوية نجرها ونخلي هاي شلون الشدة عليها، الزايد مطلعه، احنا نريد شلون تصير ثخينة، ونحاول نجيبه هنا عم تصير عندنا شلون الفيونكة. هنا عندكم سمسم تقدرون تخلون عليها، عندكم حبة حلوة تقدرون العفو حبة السوداء تقدرون تخلون عليها، ماكو انا راح اخليه هيك شكلها. وراح اسوي بعد وحدة وياكم على مود تاخذون بس فكرة والفيديو ما يصير طويل عليكم. نسدها منا ما نسدها، نعيفها مفتوحة منا نسدها، هاي نجيبها هيك نسويها، نشيلها نخلي هذا الشريط القصيناه، هذا الزايد نطلعه ونشده بعد شوية يعني نرفعها. الدور هاي الأطراف نثنيها لجو على مود من بالفرن ما يفتح عندنا، ونعدلها. وهاي صارت قدامكم الفيونكة، وراح نكمل الباقي ونرجع لكم. هاي انا هنا كملتهن، وبعد صينية ثانية صار بعد 3 بالصينية. راح اعيف مسافة بيناتهن على مود نخمرهن بعد ربع ساعة الى نص ساعة، ومكان دافي لان الجو بارد، على مود شوية ترتفع وتخمر عندنا مرة الثانية. يعني شغلة مهمة انه نخمرها مرة الثانية على مود تصير شلون القطنية وهشة. راح اعيفها هنا ربع ساعة الى نص ساعة لحد ما اشوفها، لان المكان هنا دافي، لحد ما اشوفها حجمها يتضاعف، وارجع امسحها بالبياضة، وراح اغطيها، ومن حجمها يتضاعف نرجع لكم. وهاي عندي هنا من بعد ما تضاعف حجمها عندي، شوفوا هنا البيضة خففتها بخاشوقة حليب، وراح ادهن الوجه مالتها على كيفي، ما اضغط حيل على مود الهواء ميت، يعني العجينة ما تهبط عندي لان صارت كلها هواء. وهنا مثل ما قلت لكم حابين تخلون عليها سمسم او حبة البركة اللي هي حبة السوداء، وتخلوها بالفرن، تخلوها بالفرن مدة تقريبا من 25 الى 30 دقيقة، تعلقون بس الجوة لحد ما يستوي الجو يصير اشقر لونه، تعلقون الفوق عليها، وتقريبا مثل ما قلت لكم من 25 الى 30. والحرارة حرارة الفرن 200. واذا طبخ الغاز تقدرون النار تكون وسط. هسه احنا نمسح هنا نبيع على مود ما يحترق عندنا، وراح نخليها بالفرن، ومن تطلع من الفرن اراويلكم اياها، نطرونه. وهنا من بعد 20 دقيقة طلعناهن، وهذا شكلهن حارات استوني طلعتهن، شوفوا شكلها يجنن، شوفوا شلون هشة. راح اتانيها تبرد ثواني ونرجع لكم. هنا عندنا شوية صار دافيات. هنا عندنا خطوة اختيارية اللي هي الشيرة، هاي الشيرة ثخينة مو خفيفة، هاي خطوة اختيارية انتم بكيفكم. انا احب اخليها على الوجه على مود شنو تطي لمعة، خاصة اذا عندكم مناسبة، عندكم عيد ميلاد، وتسوون هيجي وتدهنوهن بهاي الشيرة، مظهرهن وشكلهن يعني كلش حلو يصير.
وهنا دهنتهم كليتهن بالشيرة. إذا ما حابين بالشيرة يعني ما تحبون حلا كلش قوية تصير بيهن، تقدرون إذا حابين يعني تخلون اللمعة زبدة، يعني خاشوقة أكل زبدة وتذوبوها وتمسحون الوجه تعطيكم نفس اللمعة هاي. هسه راح نفتح هاي قدامكم. أول شي نشوف الهشاشة تجنن. شوفوا شكلها من جوا كل شكلها حلو. نفتح لكم بعد وحدة ثانية. نفتح هاي بالنص الكبيرة. بسم الله. ريحتها كلش طيبة. يا ريت تجربون هاي الطريقة، لأن طريقة كلش حلوة كلش سهلة، وإن شاء الله تسووها وتطلع النتيجة عندكم أفضل من هاي النتيجة. ولا تنسونا من تعليقاتكم الحلوة واللايك الحلو على مود القناة تكبر بوجودكم وتكبر بتفاعلكم الحلو. شكرا لكم وشكرا للمتابعة الحلوة.